وهنا أنا حاب أقول لكم مو كل درس ينكتب بالدفتر، واكو دروس تنزرع بالقاع وتبقى سنين. وأخيرا زرعت المدرسة كلها أشجار مال حمضيات وأشجار معمرة وبعض أشجار مختلفة ما أعرف شو تسمون أنتم غير الحمضيات، اللي هي التين والتفاح والرمان والتوكي. بعد ما زرعت الأشجار هنا قلت لازم أشيل الكاربس هذا كلش مؤذي بحيث ياخذ المي كله اللي موجود بالحديقة، والجذور مالته تلتف على جذور باقي الأشجار وتقتلهم. صحت مجموعة من الطلاب حتى يساعدوني. تدرون أنتم كل الزين أنا وحدي كل شيء ما أقدر أسوي، وبنفس الوقت هذا يعتبر نشاط لا صفي، نشاط داخل المدرسة. قسمتهم عدة مجموعات، قسم يشيلون الحشائش الضارة اللي موجودة بالحديقة، وقسم يقلمون بالياس حتى يصير منظره كلش حلو. وهذا الطالب اسمه جعفر يحب يشتغل ويقدم شغل مرتب. وهنا أحد الطلاب حاب يتبرع وجاب هاي الماكينة مالتهم من البيت، شلنا بيها الدغل والنباتات الضارة اللي تطلع بالطبيعة. بإيدنا وبإيد طلابنا زرعنا الحياة داخل الحديقة، ومو بس أشجار، هاي أمل يكبر ويانا يوم بعد يوم. كل طالب شارك وكل إيد تعبت، كانت تكتب قصة جديدة لهاي المدرسة. يمكن اليوم تشوفون أنتم مجرد بس شتلات، بس باكر إن شاء الله بنكبر راح يصير نظل لكم وهو كلش نقي وذكريات حلوة. حبايبي لايك وتعليق واكسب لا وضيفوا الحساب.